كاينه واحد المرحله في الحياه ما كيهضروش عليها بزاف الناس، حيت كتبان بحال الفشل، وحنا عارفين باللي الفشل منبوذ عندنا في المجتمع. مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست سكون. الحقيقه باللي هاد المرحله ماشي فشل، هي مرحله ركود. كتفيق في الصباح ما كاين لا حماس لا رغبه ولا حتى فكره واضحه، غير كدير نفس الحوايج بلا احساس وبلا معنى، وغالبا كتخبي هادشي. كتبان للناس عادي، كتضحك كتجاوب كتكمل نهارك، ولكن من الداخل كاين اعتراف ما كتبغيش تسمعه. انا واقف، ويمكن حتى كتزيد عليه، يمكن انا ما قادرش. كنعرف واحد القصه ديال واحد الشاب كان خدام على راسو، كيحاول كيخطط، دايما عنده طاقه وانرجي زوينه، حتى جات واحد الفتره وقف فيها كل شيء، ما بقى كيدير حتى شي حاجه مهمه. نهار كيدوز بحال اي نهار، ايام كتفوت، وبدا كيشوف راسو كيغرق بشويه بشويه، وكيقول فين مشات ديك النسخه ديالي؟ واش انا تبدلت ولا ضعفت؟ شنو هاد الحاله اللي انا وصلت لها؟ الحقيقه اللي ما فهماش في داك الوقت هي انه ما كانش كاين قصد، كان كيتبدل، ولكن ببطء وبطريقه ما كتبانش. عرفتوا الارض اللي كتكون قاحله يابسه، ولكن لتحت اللي ما كيبانش انها كتوجد لشي حاجه جديده، كتجمع القوه باش من بعد كتخرج بشكل اقوى. هذيك النبته اللي احنا ما كنشوفوهاش، واللي في واحد النهار فجاه كتبان لنا باللي خرجت وكنشوفوها ونقدروا نقيسوها، هي هذاك النهار ماشي عاد بانت، راه كانت ايام وايام وايام وهي كتقاتل باش تخرج من تحت التربه. هذاك الايام اللي كانت كتعيش هذيك النبته راه ما كانتش مرحله ركود، بالعكس هي كانت واحد المرحله كتقوي فيها راسها باش توصل لواحد الحاجه كل شيء كتبان ليه. يمكن انت دابا في هذه المرحله وكتحكم على راسك بقسوه، كتقول انا ما درت والو، انا متاخر، انا ضيعت الوقت، انا درت انا. ولكن واش فعلا ضيعتي ولا غير ما كتشوف شنو كيتبنى في الداخل ديالك؟ حيت كاين واحد النوع ديال التغييرات ما كيتقاش بالانجاز، كيتقاس بالهدوء، بالتفكير، باعاده ترتيب الداخل ديالك. والركود ماشي غياب الحركه، الركود هو واحد الحركه عميقه ولكن بلا ضجيج. والمشكل اننا تعودنا نربطوا القيمه بالحركه، كتحرك عندك قيمه، ما كتحركش ما عندكش قيمه. الا كنتي كدير بزاف راك مزيان، الا كنتي ساكت راك ضايع. ولكن شكون قال باللي هاد القاعده صحيحه؟ شكون قرر باللي الانسان خاصو ديما يكون متحرك ويكون متحرك وبالزربه؟ حتى الطبيعه كتوقف، كتسكت، كتبرد باش كترجع اقوى. ولكن انت منين كتوقف شويه كتخاف، كتبغي تهرب، كدير اي حاجه غير باش تحس براسك راك كتحرك، حتى الا كانت حركه بلا معنى. وهنا كيوقع الخطا، حيت كتخلط ما بين الحركه والتقدم، وهما ماشي نفس الحاجه. دابا خليني نسولك وبكل صدق وامانه، الا كنتي في هذه المرحله واش فعلا خاصك دير اكثر ولا خاصك تفهم اكثر ولا خاصك تجري ولا خاصك توقف وتسمع؟ يمكن هذا الركود اللي عايش فيه ماشي عقوبة، وأكيد ماشي عقوبة، ولكن فرصة باش تعاود تعرف على راسك، فرصة باش تسمع لداك الصوت اللي كان ضايع وسط الضجيج، باش ترتب. ويمكن أول مرة ما خاصكش تحارب هذه المرحلة، خاصك تعيشها. احنا عارفين باللي أول مفتاح أنك تغير وتحس بالتغيير هو أنك تقبل الحالة اللي فيها انت دابا. داكشي علاش ما خاصكش تحارب، خاصك تعيش وتفهم وتقبل هاد المرحلة. حيت في واحد النهار غادي يجي وغادي تحس باللي شي حاجة تبدلات، باللي الطاقة رجعت، باللي الطريق بانت ليك، وغادي تفهم وترجع تشوف اللور.
وتفهم باللي ديك المرحلة اللي كنتي كتهرب منها ما كانتش ضعف، كانت كتوجدك لشي حاجة أكبر أحسن وبمعايير ما عمرها طاحت على بالك. تلاقاو في حلقة جديدة، وما تنساوش سكون ما بين الصمت والتنهد.